من ناحية الشكل الإداري هو اعتبار المناطق الكردية منطقة إدارية وجغرافية واحدة. هذا هو الشكل الإداري المتفق عليه في طرح القضية الكردية في سوريا، بأن المناطق الكردية هي منطقة إدارية واحدة، وأن يتم إعادة النظر أيضا في التقسيم الإداري المعمول به ضمن الدولة السورية. من الجانب الآخر، ما التسمية التي يمكن أن نطلقه على هذا الجانب الإداري أو التقسيمات الإدارية أو الخصوصية الإدارية لهذه المناطق التي تم الاتفاق عليها سيد لقمان؟ أولا بالجانب الوطني السوري، تطالب الأحزاب الكردية والشعب الكردي بأن يكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية. شكل الحكم أو نظام الحكم هو نظام برلماني. شكل الدولة أن يكون شكل الدولة دولة مركبة، أن يكون هناك لا مركزية سياسية في سوريا. يتم النقاش في تفاصيلها لاحقا، هل هي ستكون على شكل فيدرالية أو كونفدرالية أو بشكل لا مركزيات سياسية متعددة. طبعا المسودات أو المسودة لاحظت هذا الشيء، وسوف يتم الاتفاق نهائيا على الصيغة ضمن الكونفرنس الذي سوف ينعقد. الأمر الآخر إلغاء وإبطال القرارات والقوانين العنصرية التي صدرت بحق الشعب الكردي على مر إنشاء الدولة السورية، بما فيها التغيير الديمغرافي على عقود من الزمن، إعادة الجنسية إلى الذين لم يحصلوا إليها حتى بعد أن تمت الإعادة للبعض منهم، وتعويض المتضررين. الجانب الآخر بمسألة التغيير الديمغرافي الذي جرى في عفرين والذي يجري وجرى في سريكانية وغريسبي، أيضا إعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل العدوان التركي. اعتماد قوات سوريا الديمقراطية كقوات ضمن وزارة الدفاع أو الجيش السوري المستقبلي. اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية في الدولة السورية. جميع أو غالبية هذه المطالب هي موجودة ضمن المسودة، وسوف تصبح بعد الكونفرنس وبعد نقاشها إلى وثيقة سوف يتم اعتمادها من قبل الجانب الكردي في أي مباحثات أو تداولات لأجل حل القضية الكردية في سوريا. من الجانب الآخر، لأجل الدولة السورية بأن يكون هناك اعتراف بالتعدد القومي والديني في سوريا. أيضا الاعتراف بأن يكون هناك تداول سلمي للسلطة، لأن سوريا كما نعلم لم يوجد فيها منذ نشوئها تداول سلمي للسلطة أبدا، وهذا أمر أساسي بأن يتم الإصرار عليه. أن يتم تثبيت الحقوق، حقوق الشعب الكردي ضمن الدستور السوري المستقبلي الذي سوف يتم اعتماده. طبعا بدون تثبيت هذه الحقوق أو هذه النقاط التي حكينا عنها تكلمنا عنها بدون تثبيتها في الدستور فهي لا تعني شيئا، ولكن جميع هذه النقاط التي ذكرتها سوف تعمل القوى السياسية الكردية على تثبيتها في دستور سوريا المستقبل، سواء من الناحية الوطنية السورية أو من الناحية القومية الكردية.